علمنا من مصدر مطلع أن 4 حالات مصابة بإنفلونزا الخنازير تقود هذه اللحظات من يومه الأربعاء بمصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء نتيجة إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير، والذي تسبب في وفاة السيدة حامل أول أمس الاثنين ووفاة رضيعها يوم أمس الثلاثاء. وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع أن الأمر يتعلق ب3 سيدات وأجنبي تأكد إصابتهم بهذا الفيروس القاتل. وكان أنس الدكالي وزير الصحة قد خرج بتصريح مثير بالرغم من وفاة سيدة حامل بسبب فيروس الإنفلونزا الخنازير، حيث أكد من خلاله أن الحالة الوبائية للإنفلونزا الموسمية هذه السنة تعتبر عادية ولا تدعو إلى القلق، مشيرا إلى أن تسجيل حالة الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية من نوع H1N1 يظل أمرا عاديا، حيث أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم الشتاء، كما هو ملاحظ ببلدان أخرى.